انا متفق وياه لك، راح نشتغل وياك على الساعه. نأجر بلياني. ابني امتحانات جايه وعندي كوم ناس، انا راح اشغل هسه. صار كابتن. العداد شنو هو؟ صار كابتن. يحيى علبان وياه كان استاذ. يعني ما يصير صار كابتن؟ طبعا ما يصير. صار كابتن. شنو؟ صار استاذ. انت ايش عندك مشكله باللغه العربيه؟ فهمني. استاذ انا اي مشكله ما عندي. ممتاز ممتاز، ايش راح نرتاح بالشغل. يعني بالقواعد ما عندك مشكله؟ لا ما عندي اي مشكله. ابد ما عندك؟ ابدا. مسيطر بالقواعد؟ فوق ما تتصور. زين اذا امتحنا ايش قد تجيب ان شاء الله بالبكالوريا؟ فوق ما تتصور استاذ. يعني ايش قد يا ابني؟ صفر. يعني مو زين بالقواعد. فوق ما تتصور استاذ. بالادب شلونك بالادب؟ استاذ كل الزين. الشعراء تعرفهم؟ طبعا طبعا استاذ اعرف. عدد لي شعراء وقول لي بيت شعر. رائد ابو فتيان، ادهم عادل، حمزه الحلفي، علي المحمداوي، بيت الرائد، لا تدق باب كنت تفتحه وتفوت. لك ابني اوقف. ولا تمر. لك بابا اوقف. انا احكي لك عن الشعراء الموجودين بالكتاب. استاذ انا بس احضر منتديات ما اقرا كتب. يعني مو زين بالادب انت. فوق ما تتصور استاذ. زين بالنقد شلون؟ استاذ انا ما احب اشيل غيبه احد الصراحه والله العظيم، يعني استاذ كل واحد خليه يحارب روحه وبعدين يحارب الاخرين. لك ابني هذا منهج نقد، منهج. استاذ اكو مثل يقول من راقب الناس ما تهمن استاذ. لك ابني بالمنهج بالنقد شلونك؟ لا لا استاذ نفاق هذا استاذ. انتقدنا ايش حصلنا استاذ، يعني ايش حصلنا؟ لا حول ولا قوه الا بالله. بعد يا انت شلون مسيطر باللغه العربيه؟ استاذ انا محتاج 40 ورقه. ايش راح تهاجر شنو؟ يعني اقصد 40 درجه استاذ يعني. ابني الامتحان من 50. استاذ 10 قرار هاي مضمونه، ايش قد تبقى؟ 40. 25 انشاء مضمونه. على كيفك نزار القباني. وال 15 يعني تلم وعلانياتكم ترزقون هاي الله. لك ابني طالع تبيع بشمر، هذا امتحان بكالوريا، انت غير مسيطر. استاذ والله فوق ما تتصور استاذ والله. انا هذا الحكي ما يفيدني، خل امتحنك باسئله العام. نبدي بالقواعد. حاضر استاذ. اعرب ما تحته خط. لا استاذ الحمد لله الله يخليك استاذ. اروح لك استاذ انا عندي سياره سايبه وخط ما كله بنات، عرفت من وين اعرف ما تحته خط. لك ابني لازم اعرف ما تحته خط. رعبتنا هاي الجمله والله العظيم استاذ الله يخليك. لك بابا لازم اعرف ما تحته خط استاذ. يعني انت مو زين بالاعراب. لك ابني هي اللغه شنو؟ هي اللغه جمله فعليه وجمله اسميه. اي صح. الاسميه مبتدا وخبر. الفعليه فاعل ومفعول به وفعل. يعني مثلا بنى سعدون المنزل. نعم استاذ. وين الفاعل؟ من الفاعل؟ الخلفه. راح تكتب لهم في البكالوريا خلفه؟ امتحنك بالاسئله. اكتب طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلام. الله. اذا استاذ شرف. دا وين سكاني؟ اغني لك بعد ام كلثوم وعبد الوهاب. اول شيء دل على معمولي ليس ثم استبدلهما بأداة نفي أخرى. نعم أستاذ، يعني نشيل المعاميل مال ليس ونخلي ناس بمكانهم. يعني تقطع رزق ليس. بالضبط. ومن يجوك ناس تقول لهم ليس عزل منا، فتح بمجمع الليس. خوش حاضر. لكن هذا شنو حاضر؟ أنت ما تعرف يعني شنو معمولي ليس؟ أستاذ والله العظيم هسه سمعت من عندك. لك شنو دادزك على فاتحة أني؟ أستاذ ما حد قايل لي. عوف القواعد بابا، عوف القواعد. الأدب. بلادك نجد والمحب عراقي فغير التمني لا يكون تلاقي. هذا البيت يا عزيزي للحبوبي. شنو معلوماتك عن الحبوبي؟ أستاذ شنو الإهانة؟ لا عندك معلومات يعني؟ طبعا أعرف أستاذ. ليش تضوجني؟ أستاذ هذا يسوي طرشيش بشق. من هو؟ الحبوبي والسطلة مالته ما تبقى عندنا للظهر أستاذ والله العظيم. أستاذ شنو ما أعرف؟ معلوماتك عن الشاعر الحبوبي يبيع طرشي؟ طبعا أستاذ يسوي طرشيش بشق وشق حلقة اللي يحكي أستاذ والله العظيم. خلينا نشتغل بالنقد. السؤال الأول. نعم أستاذ. يقول الرائع جبران خليل جبران. نعم أستاذ. أعطني الناي وغني فالغنى سر الوجود. انسب قصيدته نعم أستاذ. إلى مذهبها وعدد خصائص المذهب فقط. شنو السالفة أستاذ؟ أترجاك كل شيء ولا تدخلنا بالطائفية. أستاذ أنا أصدقائي ما فد يوم سألهم أنت اسمي لو شيء يا مذاهب يا اسم. أستاذ لكني هذا مذهب قصيدة. لو أعرف أرسب ما جاوب على هذا السؤال. لكني هذا مذهب قصيدة. كيف رجعنا للطائفية رحمة الوالدين. لا قوة إلا بالله. شوف هذا السؤال الثاني. جان راسين من أعلام الكلاسيكية الغربية، بأي فن كتب؟ نعم أستاذ. وبما اشتهر؟ نعم أستاذ. وبما تميز مسرعه؟ نعم أستاذ. ومن أين كان يأخذ موضوعاته؟ مو هواي. بعد يسألني من رقم مقتل أستاذ شو علي يعني؟
عوف الموضوع بابا، انت ما تدبرها. الانشاء هذا قلمي. انشاء. هاي شنو هذا؟ الانشاء شيل كتب؟ هذا راح تجيب لي 25؟ غير نهايته تاء من الربط. لا كتب لي انشاء بالهمزه بالاخير، بالهمزه بالاخير. راح يجيك موضوع عام وموضوع خاص بالوطن اكيد. فانت لازم تحضر كلائش على الوطن. انا محضر ومضبط عافية. يعني لا تخاف. العراق بلد الحضارات، توجد فيه 18 محافظه استاذ، يتكونون من اشياء عظيمه مثلا، وسقطت واحده من عندهم في الموصل فبقت الاخرين، فكل محافظه تتكلم اللغه الاخرى. فمثلا النجفيه يتكلم اللغه النجفيه، البصراوي يتكلم اللغه البصراويه، الكردي يتكلم اللغه الكرديه، البغدادي يتكلم لك ما راح تعدد المحافظات كلها. كافي، اعبر وراها. شنو المضمون اللي راح تكتبه؟ لازم احنا ليش حابين العراق؟ ليش نريد نبقى بالعراق؟ لازم تخلي لك مضامين. استاذ يعني احكي على الاصدقاء مثلا. نعم استاذ. في الوطن العربي توجد 18 محافظه. يا في الوطن العربي العراق، لك الوطن في العراق تتواجد 18 محافظه، الموصل سقطت والاخرين. لا ابني الكليش اعرف اعبر لي على الصداقه ايش بيها. نعم استاذ، الاصدقاء هم عظيمين في الوطن، فدائما الاصدقاء يكونون قريبين من القلب. عندي صديق طلبه مني تيشيرت رصاصي فاخذه ولم يرجعه لحد. لكن يا تيشيرت رصاصي شعلي، هذا شعلي المصاع، شعلي المصاع راح يقول موضوع بمعنى. احكي لي عن موضوع ثاني غير موضوع احكي. نعم استاذ، نحكي عن المرابطه العائليه. اي عن عائله، عن فتشي. ليش واقف علاقه تقدير؟ نعم استاذ، الوطن توجد فيه 18 محافظه، سقطت الموصل وبقت. عوف هذه، عوف تدخل لي راسا على الروابط العائليه. نعم استاذ، الوطن العراقي توجد فيه عائله عظيمه، عائله من الاب والاب والاخت والاخ والطفله والطفلين، ويتكونون من عائله شريفه. عندما امي كانت تغسل لي ملابسي فسالتني على التيشيرت الرصاصي فقلت لا حول ولا قوه الا بالله. ابني عوف التيشيرت الرصاصي ابو سيدك. انت تحكي بموضوع بعمق بفائده للناس يا اخي. استاذ نحكي عن الغيره العراقيه. احكي عن الغيره العراقيه ولا تبدي لي بكليشه العربي يحكي عربي والكردي يحكي كردي. نعم استاذ، نعم. ادخل لي قبل بالغيره العراقيه. استاذ الوطن العراقي توجد فيه غيره عظيمه وقويه جدا. عندما تعارك صديقي في المدرسه فشق قميصه وطلب مني التيشيرت الرصاصي ولم يرده لحد الان. في الموضوع بابا، انا ماخذ ورقه منه لك. خوش على هاي المحاضره، انا ماخذ ورقه منه لك. هاي الورقه شو هذه؟ انا ما راح اروح اشق التيشيرتات الرصاصيه كلها عند ولدي. ابو هاي الشغله همينه. استاذ شنو هاي؟ العد هو احنا ليش نرسب؟ لان المدرسين الخصوصيين ما يعطونا فرصه.